عبد الله عثمان، محمود صبحي، جده يفوت، جده ياخد ركله حره مباشره، احتكاك مفيش داعي يا جده، انت وعبد الله عثمان. يعتذر بكل روح رياضيه عبد الله عثمان. اول لعبه في الماتش. دايما نقول لحضراتكم ان الرياضه ليست لاحراز الكؤوس فقط، بل انها تهذيب للنفوس ايضا، لغه التعارف، لغه التآلف. عايز يفوت صبحي، عبد الله عثمان يشتت، احمد زغلول ياخد، ابراهيم الشايب، محمود شاكر، احمد زغلول كده على التسديد، تقدر يا احمد؟ ما يقدرش احمد زغلول، يضغط عليه، توصل لاحمد عادل، وتدخل في مساحه ضيقه، في خطوره انفراد من احمد زغلول في توقيت مناسب، طالع اكوا سيزر ومعاه ايمن شعبان. على لحظات كده، على فترات بيعلى صوتنا مع كل هجمه، بننتظر مين يسجل في مرمى مين. هجمه المرتده الاولمبويه، وصلنا للدقيقه 11 0-0 النتيجه حتى الان في الديربي السكندري اللي بيجمع بين الاولمبي ونادي الاتحاد. مصطفى مشير عثمان، طويله ياخدها الشايب، يمرر الشايب ياخد التماس، ادي الهات وخد، حطت حلوه من ايده بالمقاس بالمسطره لاحمد عادل، انما راح ايمن شعبان وضغط. بصوا اللعبه من كادر تاني خالص، واكوا سيزر في توقيت مناسب ايضا. تماس لنادي الاتحاد، و12 دقيقه من عمر الشوط الثاني. وادي تبديل في صفوف النادي الاولمبي، اسامه عز الدين هيخرج محمود جاكسون، ويلعب رقم 22 اسامه عز الدين. ادي اسامه عز الدين لاعب سابق فريق الالومنيوم، كان انتقل لفريق غزل المحله، استقر بيه المطاف وليس الاخر طبعا. اسامه عز الدين التبديل الاول في صفوف النادي الاولمبي، كان سبق في التبديل بتاع مصري باشراك جده مكان حسين فهمي. وادي جده في الكادر امام حضراتكم، يشتت ايمن شعبان. احمد زغلول نسبه استحواذ في الشوط الاول كانت 60% لنادي الاتحاد، 40% للنادي الاولمبي. ادي حسام عبد المنعم، رضا الشايب، حسام عايز يفوت، مخطوفه، هجمه المرتده كده مكانه خالي قلب دفاع نادي الاتحاد، راجع يصح وضعه مره ثانيه، شايفينه في الكاد. تحضير بطيء من النادي الاولمبي، يقدر نادي الاتحاد بيصح اوضاعه بسرعه. ادي محمود صبحي ضربه الراس مقطوعه، اسامه عز الدين، هاني رجب مركز جناح الايسر مع زغلول دخل منطقه الجزاء، يسدد ضعيفه وفايته من امام الهاني سليمان، محدش في سكتها، لو حد في سكتها ممكن يلمس زي ما بيشاور كده الجهاز الفني للنادي الاولمبي. تاجل لقاء الاهلي امام غزل المحله من هذا الاسبوع، جيل لقاءات كتير، النادي الاهلي بيخوض مباراته امام انيمبا في دوري رابطه الابطال، ايضا حرس الحدود امام المصريه للاتصالات، هيخوض حرس الحدود اخر لقاءاته في الكونفدراليه الافريقيه يوم الاحد القادم امام انتر كلاب الانجولي. حسن سوستا، اسامه عز الدين، هاني رجب، اسامه، مصطفى مشير، عكسيه، كريم عادل مع احمد بكري داخل منطقه الجزاء. كريم عادل حطها على حدود المنطقه لكرم ابو طالب، عرضيه، احمد زغلول ينقض في توقيت مناسب كده، عبد الله عثمان والتسديده توصل تخش منطقه الجزاء، يشتت دفاع الاتحاد، ترجع مره ثانيه عند احمد جمعه. مصطفى مشير، والله مقدم جيم كويس النادي الاولمبي النهارده. توقعات عبر المواقع الالكترونيه الانترنت كلها كانت في صالح نادي الاتحاد السكندري، انما المباراه سجال بين الفريقين، محدش يقدر يتوقع مين يفوز على مين. اخر نتيجه بين الفريقين كان لقاء الدور الثاني موسم 2005-2006، وانتهى اللقاء بتعادل 1-1. الدور الاول في ذاك الموسم انتهى بتقدم الاولمبي ب3 اهداف مقابل هدف واحد. بوجي وجاكسون وريعو للنادي الاولمبي، داوود النيجيري للاتحاد. الدور الثاني كان بوجي للاولمبي وجده للاتحاد. احمد زغلول، احمد عادل، حط على الارض الميدو، عدل نفسه كويس ميدو، هجمه منظمه اكثر من تمريره في مساحه ضيقه، صفاره فاول نادي الاتحاد. كارت اصفر انذار لحسن محمد او حسن سوستا رقم 14. ادي انذار
لحسن سوسته، اول انذار على فكره في هذا اللقاء. ركله حره مباشره في مكان مناسب جدا، اعلى نسبه تسديد وتهديف من هذا المكان، مكان مواجه لمرمى اخوه سيزر. تصل نسبه التسديد والتهديف من هذا المكان ب 66%. تقل بقى على الاجناب، الجانب الايمن والايسر. مين يسدد من هنا؟ افتكر شحت الاسكندراني على طول، افتكر كابتن فؤاد مرسي نفس هذا المكان من جزر الكره المصريه في الستينيات. فؤاد مرسي، شحت الاسكندراني معشوق الجمهور السكندري. شفنا امبارح هدف جميل عن طريق عبد الله السعيد من نفس المكان في مرمى النادي المصري، يقدر يعملها ميدو. نشوف مع بعض. الكل منتظر والكل مترقب، وموقف ثبات تام للاعبي النادي الاولمبي وحارس مرماهم اكوا سيزر. ميدو على التنفيذ. مسافة مناسبة جدا للتسديد، مكان مناسب للتهديف، مواجه لمرمى سيزر. تلعبها ازاي يا ميدو من هنا بالقدم اليسرى؟ شكله هو اللي هيسدد، هل هو ولا ابراهيم الشاهي؟ محتاجة دقة هذه التسديدة وهذه اللعبة. دقيقة 15 ودخلنا على الدقيقة 16 والشايب وميدو. الشايب في الحائط البشري، ما فيهاش أي نوع من أنواع الدقة، كلها قوة. رغبة من ثقل لاعبي الفريقين. ياخد نادي الاتحاد وادي العرضية على طول. عطية البلقاسي بضربة رأس توصل نص الملعب في اتجاه أسامة عز الدين، واخد أسامة في وسط ثلاثة. ينطلق أسامة في الجهة اليسرى، لسه محتفظ بكورته. والله هاني رجب ياخد تماس. هاني رجب كسف كويس في نص الملعب بشير عثمان. امتص كويس حماس جماهير نادي الاتحاد مع بدايه اللقاء، وقدر ينهي الشوط الاول بتعادل سلبي. ارتفعت معنويات لاعبي النادي الاولمبي. مصطفى مشير كده على العرضيه، وادي العرضيه وفايته سنتيمترات فوق العارضه، يعني لعب الراجل عرضيه انما لفت كده وكان معاها لهاني سليمان.